عارف إن 90% من المشاريع الناشئة بتفشل؟ ده رقم كبير قوي، لكن الحقيقة إن السبب مش بس الفلوس. في الفيديو ده هقولك على 5 أسباب إزاي تتجنب بيهم الفشل وتبني مشروع ناجح. أول سبب هو غياب التخطيط الجيد. معظم الناس بيبدأوا المشروع بدون خطة واضحة، اللي هو ما يلا نفتح مشروع يا جدعان، بيقولوا الأكل بيكسب، ما تيجي نفتح مطعم والناس مش بتبطل أكل، ما تيجي نفتح قهوة وتجارة المية السخنة عمرها ما بتخسر، ما تيجي نشتري منتج ونسوقه أونلاين، بيقولوا الأونلاين دلوقتي نار وبيكسب. حبيبي لازم تعرف إيه هو هدفك، مين هم جمهورك، هتوصل لهم إزاي. من غير خطة مشروعك هيبقى زي سفينة ماشية في البحر من غير بوصلة. السبب رقم 2 هو عدم دراسة السوق والجمهور. ناس كتير بتفكر في المنتج اللي عايزين يبيعوه وبينسوا يفكروا في العميل نفسه اللي هيشتريه. لازم تسأل نفسك ايه مشاكل الجمهور وازاي المنتج بتاعك بيحلها. السبب رقم 3 هو الاستعجال في تحقيق الأرباح. والحقيقة أنا نفسي بعاني من الموضوع ده وبشتغل على نفسي كتير جدا عشان أحل النقطة دي. النجاح محتاج وقت وصبر. ناس كتير بيحبطوا لو ما لقوش أرباح في أول 2-3 شهور. ركز على بناء اسم قوي وثقة عند العملاء، والأرباح هتيجي مع الوقت. النقطة رقم 4 تظبيط الميزانية. ناس كتير جدا بتقع في مشكلة إن هي بتصرف كل الفلوس اللي معاها في البدايات. طب مين قال يا حبيبي إن المشروع هيشتغل من أول يوم ولا حتى من أول شهر؟ لازم تبقى عامل حسابك على جنب في مصاريف 6 شهور على الأقل. يعني تقول لنفسك أنا مثلا مشروعي المفروض يصرف شهريا 10,000 ريال، يبقى معاك 60,000 ريال على جنب عشان مشروعك لو ما قامش على رجليه في الأول، ده الطبيعي أصلا تقدر تكمل عادي من غير ما تكون مضغوط. خامس سبب وآخر سبب فيهم هو إهمال التطوير المستمر. السوق بقى يتغير بسرعة قوي ولازم أنت كمان تتغير معاه. ببساطة جدا اللي كان شغال معاك امبارح مش هيشتغل معاك النهارده. دايما طور في منتجاتك، طور في أسلوب شغلك، اتعلم من تعليقات العملاء على شغلك وحسن التجربة بتاعة العميل. لو شايف إن في أسباب كمان لفشل المشاريع الناشئة قولها لنا في الكومنتات واعمل لنا لايك وفولو واستنى الفيديو الجاي.